ابدأ طريقك. مش لازم انت بتبدأ طريقك ويكون معاك حد. حتى لو كنت معاك حد وسابوك، هتعرف تقوم لوحدك. ايدك التانية هتقيم نفسك، وما تستناش من حد حاجة. انت تعرف تقيم نفسك بنفسك، برضه تعرف تشجع نفسك. ما تستناش كلمة من حد. اقف وشجع نفسك. وممكن تقع مرة واتنين وتلاتة، بس المرة الرابعة هي دي المرة اللي انت بتكسب فيها، اللي بيفهم الانتصار مش الهزيمة. وايه يعني لو فشلت مرة، فشلت اتنين، فشلت تلاتة؟ الفشل ماهوش نهاية العالم يعني. الفشل ده بداية جديدة للنجاح، مش هزيمة. لو اعتمدت على اللي قدامك واللي قدامك خذلك، انت هتبقى محبط انت نفسيا اساسا، والاحباط ده يدمرك. ما تعتمدش على حد، اعتمد على نفسك وبس. في اللي عارف اديسون وفي اللي ما يعرفوش. اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، قعد 99 مرة يفشل، بس ما يأس. ما قالش ازاي انا خسرت وما خسرت ازاي، لا، كان عنده اصرار انه لازم يكسب. كان عنده اصرار انه هيكسب، انه عايز يكسب، وكسب في المرة 100 وعمل المصباح. وانت برضو خلي عندك اصرار انك تكسب، خليش الفشل ده يحبطك. وفي ناس كتير غير اديسون ما يأسوش للفشل، لا بالعكس، خلوا الفشل ده حاجة تساعدهم في نجاحهم وفي حياتهم برضه. وانت ما تيأس، كمل بفشلك ده، هيكون بداية لنجاحك بعدين. استمر. احسن يا وحش. شجع نفسك بنفسك، ما استناش من حد حاجة. يعني وقعت مرة اتنين تلاتة، اقف وشجع نفسك. انت تعرف تشجع نفسك حتى وانت في تمرين. حمس نفسك، قول عاش، احسن. متستناش من حد حاجة، عشان هو مش احسن منك عشان يشجعك او يقولك ازاي وازاي اساعدك انت. وانت حمس نفسك بنفسك وشجع نفسك. عاش، احسن. حط في دماغك ان انت تعرف تقدر تشيل الوزن ده، تعرف تعمل دي، تعرف تيجي، تعرف تعمل، تعرف تسوي. ما تقولش انا لسه هرن عليه وقال لي مش هاجي، قال لي مش هروح الجيم، مش هروح النهارده انا كمان. طب وانت مالك انت؟ هو قال لي مش روح، طب انت ما تروحش ليه؟ روح، انت عندك اراده، ما تروحش ليه؟ مكسل. انت كسلت النهارده، هتكسل بكره، هتكسل بعده.
هتكسل بعد، هتكسل بعد. طب انت كسلت النهارده، هو قال لك مش رايح بكره، تروح بكره؟ لا. ليه؟ ما هو اللي ما راحش، ما تروحش ازاي؟ ما تعتمدش على حد، اعتمد على استمرارك في النجاح وظبطك في النجاح. كمل حياتك احسن بكفاح.